السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم قناة أطلس كرة، القناة الكرة المغربية. اليوم غادي نكونوا مع تحليل مفصل لمباراة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب زامبيا في كأس أفريقيا الجولة الثالثة. قبل البداية لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو، يوصلك جديد، وننطلق على بركة في التفاصيل أكثر. مباراة كانت مهمة بزاف، ماشي غير من ناحية النتيجة ولكن من ناحية استعادة الثقة للجماهير وللاعبين بعدما وقع في لقاء المنتخب المالي. منذ صفيرة البداية بان باللي الأسود الأطلس داخلين بعقلية واضحة: السيطرة والضغط وفرض الشخصية. المنتخب المغربي ما عطاش زامبيا الوقت باش تدخل في أجواء المباراة. الضغط العالي، خطوط متقدمة، والاستحواذ الذكي على الكرة. زامبيا حاولت تلعب بأسلوب مباشر، الكرة الطويلة والاعتماد على القوة البدنية، لكن التنظيم المغربي قطع عليهم الطريق. تكتيكيا وليد الركراكي اختار الخطة المتوازنة، تعتمد على الصلابة الدفاعية والتحكم في وسط الميدان مع السرعة التحول للهجوم. الكرة كتخرج من الخلف بهدوء كبير وتمريرات قصيرة، تحرك بدون كرة، وبعدها تسريع المفاجئ للإيقاع والضغط الهجومي. هذا الأسلوب خلى دفاع زامبيا ديما في وضعيات ارتباك، خصوصا مع التحرك الأجنحة عبد الصمد وإبراهيم دياز والدخول المتأخر للاعب الوسط في العمق. الأطراف لعبت دورا أساسيا وفتحوا الملعب، خلقوا مساحات وساعدوا على سحب المدافعين باش يبان عمق الملعب وتعطي إضافة على مستوى الحلول الهجومية. الكعبي كان مثال للمهاجم المتكامل: التحركات الذكية، الضغط على المدافعين، والحضور القوي داخل منطقة الجزاء. الكعبي كيبان عليه لاعب كيقرا اللعب، كيعرف فين غادي تطيح الكرة وكيفاش كيتمركز باش كيضرب الكرة في الوقت المناسب. ابراهيم دياز كان واحد من مفاتيح اللعب، هادئ وعنده قدرة كبيرة باش يخرج الكرة من تحت الضغط. لمسته كانت دقيقة، واختياراته في التمرير كتدل على لاعب ناضج يعرف كيفاش يدبر الماتش. وسط الميدان المغربي كان هو العقل ديال الفريق في اليوم: ربح الصراعات الثنائية، التحكم في الإيقاع، وساعد الدفاع والهجوم معا. كل الكرة كانت تمر من وسط الميدان، وهذا دليل على التوازن الكبير بين الخطوط. دفاعيا المنتخب المغربي قدم مباراة منضبطة: تمركز جيد، تغطية مستمرة، وتواصل واضح بين اللاعبين. زامبيا ما لقاتش المساحات وما قدرت تصنع الفريق ولو فرصة محققة للتسجيل، وهذا كيحسب للمنظومة الدفاعية الكاملة. حتى الحارس بونو كان في راحة نسبيا، وهذا أكبر دليل على أن الدفاع كان يقدم مستوى كبير ويظهر بصورة ممتازة. أما في الشوط الثاني المغرب دخل بنفس الجدية، ما تراجعش للور وما لعبش على النتيجة، بل حاول يزيد يؤكد التفوق ديالو في اللقاء. هذا الشيء كيبين العقلية الجديدة ديال المنتخب المغربي، عقلية منتخب كبير كيعرف متى يضغط ومتى يتحكم. بطبيعة الحال كاين بعض النقاط التي يجب عليها التحسين في اللقاءات القادمة، بحال إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى، انخفاض الإيقاع في بعض الفترات، لكن هذه الأمور تبقى عادية في دور المجموعات، والمهم هو التعلم وتصحيح الأخطاء في المباراة القادمة. اختيارات وليد الركراكي في لقاء اليوم في التشكيلة الأساسي أو التغييرات كانت موفقة إلى حد كبير. المدرب عرف كيف يتعامل مع اللقاء وأعطى تشكيلة منطقية وكذلك بتغييرات منطقية، وهذا الشيء كيعطي ثقة للجماهير بأن المنتخب يحقق نتائج إيجابية من هنا لقدام في الأدوار القادمة. لكن التحدي الحقيقي غادي يكون في الأدوار الإقصائية، فين التفاصيل الصغيرة والتركيز كيصنعوا الفريق. طبعا هذا هو تحليلي لمباراة المنتخب المغربي. ما هو رأيكم الشخصي في أداء المنتخب المغربي ضد منتخب زامبيا؟ ما هو أحسن لاعب حسب رأيكم الشخصي؟ وهذا هو كل شيء من هنا. لا الاشتراك في الفيديو، ولايك للفيديو يوصلك كل جديد. أتمنى منكم كل التوفيق وإلى اللقاء.